أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. إزاي تعرف نفسك وإيه أهمية إنك تعرف نفسك؟ معرفة النفس من أهم الحاجات اللي تعملها في حياتك، إن ما كانتش الأهم. ودي رحلة مستمرة وطريق طويل، وهي عمق التجربة الأرضية. كل ما عرفت نفسك أكتر، كل ما فهمت الحياة أكتر. معرفة النفس مش إنك تعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك، لا، لشخصيتك، إنما نفسك أقصد بها أفكارك ومشاعرك وتصرفاتك وردود أفعالك ورغباتك وعقلك الباطن. من وإحنا صغيرين بتتزرع فينا انتماءات ورغبات وتربية معينة، بتاخدها من أهلك والشارع ومن المدرسة والإعلام. فيها الحلو وفيها الوحش، وأفكار للأسف أغلبها سلبي، سواء نظرتك عن نفسك أو عن الحياة أو عن ربنا. النفس هي التركيبة المعقدة من كل دول وأكتر كمان. نفسك دي هي اللي بتمشيك طول حياتك من غير ما تحس. الناس نوعين: النوع الأولاني وهي الأغلبية اللي بيمشي تبع لنفسه والرغباته وشهواته وأفكاره ومشاعره. من بعد البلوغ كل ما بيمشي وراها بيضخمها أكتر، فبتسيطر عليه أكتر. أكبر عدو للإنسان هو نفسه، لأن النفس بتشبع بالغرائز والشهوات من غير حدود ولا ضوابط زي الحيوانات، بل أضل. كل ما بتديها اللي هي عايزاه من أكل غير صحي، وبحث ورا فضيحة كمان، وبحث ورا فضيحة فلان وفلانة، وهكذا. كل ما بتفقد سيطرتك عليها فبيبقى صعب إنك تتحكم في مشاعرك، وسهل تتعصب وتستفز وتقلق، وسهل تلعب بيك بأنها تلهيك عنها وتشغلك بالناس. النوع التاني وهو الأقلية، وهو شخص اختار يقود نفسه وهي اللي تتبعه، مش هو اللي يتبعها. مرة يرخي ويسيسها بطبطبة وحنية، ومرة يشد بإنه يعمل الحاجة الصعبة على نفسه. لو الصيام صعب عليها يصوم، لو الصدقة صعبة يطلع فلوس، لو الأكل الصحي صعب عليها يبعد عن الغير صحي، لو الرياضة صعبة يحرك جسمه حتى يتمشى. الجو حر، اللي ما تقبل الحر وابقى اقعد في التكييف بعدين. المهم ما يدورش على السهل ويعمله، لا، يدور على اللي نفسه مستصعباه. ودي مش غلاسة، انما هو ده اللي بيربي نفسه ويدربها ان هو المتحكم في نفسه. طبعا ما فيش حد هيتحكم 100%، انما بنسعى وبنتطور. ونتيجة اللي بيتحكم في نفسه بيتحكم في حياته، وبيستشعر السعادة الداخلية والسلام الداخلي. تلاقيه بيركز في نفسه وما بيشغلش باله بالناس، بيعرف عيوبه ويصلحها، يحس من أفكاره ويرتقي بمشاعره، يراقب الإيجو بتاعه. وده بقى عن طريق إنك تفصل نفسك عن أفكارك عشان تعرف تشوفها وتعمل مسافة بينك وبين نفسك. عارف لما بتكون جوه المشكلة مش بتعرف الحل، لكن لو حكيت لحد بره المشكلة بيعرف يشوف الحلول ويساعدك. كل الفكرة انك تشوف نفسك انك انت الحقيقي، اكنك كاميرا متعلقة في مكان عالي او في السماء وبتشوف الصورة من فوق. فلما يحصل لك موقف غمض عينك وتخيل انك كاميرا في السماء، هتجيلك افكار وحلول، هتتعامل وانت هادي من غير ما تشخصن الامور. افكارك وارائك اللي بتدافع عنها وبتهاجم اي حد ضدها، لو فكرت هتلاقي اغلبها جاتلك من بره، مش انت اللي سعيت ليها. يعني انت ما اخترتهاش، هي اللي اتزرعت فيك وفينا كلنا. والله اعلم
أفكار مفيدة ولا سلبية وتودي في داهية، ولا جزء كده وجزء كده. وسط ده انت محشور جوه أفكارك، مش قادر تطلع من دماغك. طيب ازاي تطلع من دماغك؟ انت الكاميرا فوق في السماء وأفكارك تحت مع جسمك. انت شيء وأفكارك شيء. انت بتختار أفكارك وبتختار تقتنع بإيه، وتتخلى عن أي فكرة أثبتت فشلها أو كانت مفيدة في وقت ما. المهم أنت حر أفكارك، مش بتدافع بشراسة. تعرف منين إن أفكارك وآرائك صح؟ بالذات لو ما شكتش فيها وبحثت بحيادية. ولو كنت اتولدت في الشارع اللي وراك، كانت نص أفكارك هتبقى غير أفكارك دلوقتي. لو كنت اتولدت من 2000 سنة، لو كنت اتولدت في دولة تانية، كان الوضع اختلف تماما. فالخلاصة، لما تعمل مسافة بينك وبين نفسك، هتعرف تغير فيها وتتخلى عن اللي بيعرقر لك ومبقاش يخدمك. وأصبحت محايد أكتر في تعاملك مع أفكارك، مرن أكتر، يهمك توصل للحقيقة مش تثبت صحة أفكارك وتكسب النقاش. وبقيت مرن في أفكارك. ممكن امبارح تقول رأي في حاجة، النهاردة تقول رأي تاني بعد ما عدت تفكير في الموضوع. فالأفكار والآراء بتتغير، إنما القيم ما بتتغيرش، زي الصدق والأمانة والحق. كل واحد فينا عارف نفسه بدرجة معينة، وكل ما بنعرفها أكتر ونهذبها أكتر ونصفيها ونطلع منها الشوائب، بنرتقي أكتر. رجاء صغير طبيعي، نختلف في المسميات، فما فيش داعي نتناقش فيها. المهم المعنى والمقصد من الكلام يوصل. مع خالص أمنياتي لكم بكل توفيق وسعادة. إلى اللقاء.